عارفك يا حبيبي، نص كلامك جد، إلا لما تقولي كرهتك يبقى صحيح بتحب تاني. الصوت القوي صاحب الهيبة والرقة والجمال، الفاتن الفريد. تبقى مين؟ فاتن فريد أو نبيل عباس مرسي، مواليد 18 يونيو سنة 1945. دخلت فاتن فريد عالم الفن من أوسع أبوابه. شاركت فؤاد المهندس لأول مرة بصوتها أغنية العتبة جزاز، وده سبب نجاح الفيلم وحقق لها شهرة. هي خريجة معهد الموسيقى، كان حظها حلو لأنها اشتغلت في السينما. عملت فيلم امرأة تدفع الثمن وفيلم الخطيئة السبعة، انهالت عليها الأعمال. سافرت سوريا ولبنان، ولما رجعت مصر أنتجت أول فيلم ليها، كان وش السعد عليها. هو فيلم إيه؟ وحوش المينا، واللي حقق نجاح كبير وقتها بسبب أغاني الفيلم اللي كانت بصوتها، أهمها غنوة نص كلامك كدب وبتوصيني عينيك وأغاني تانية كتير. طبعا هي صاحبة الأغنية الشهيرة اللي تعبنا سنين في هواه. فاتن فريد تشبه الفنانة وردة الجزائرية، بس ده سبب لها عقبة في حياتها، لأن وردة أحست بالخطر، وبالتالي كانت بتشترط عدم تواجدها في أي حفلة وردة تكون موجودة فيها. يعني كانت بتشيلها من البروجرام خالص، وبالتالي قعدتها في البيت. اتجوزت فاتن من عائلة الراعي، أنجبت 5 بنات، سمت البنت الكبيرة نبيلة على اسمها. اتطلقت من أبو بناتها واتجوزت بعد كده من رجل أعمال محمود خليفة، واللي كان بيملك محطة بنزين وغيرها. الحاج محمود بعت صبي عنده اسمه ياسر يطلع بعض من طلبات البيت. فتحت النجمة فاتن، لقيت ياسر ده قدامها، فهمها انه من طرف الحاج محمود، طلب منها تذكار. وبالفعل دخلت الست فاتن تدور على صورة أو كارت كإهداء، ولكن الغدر سبق العشم. طعنها ياسر عدة طعنات نافذة في الظهر والرقبة، تركها وهي جثة هامدة بغرض السرقة أكيد. الخلاصة، بلاش تتعشم قوي في الناس، وخاصة الناس اللي ما تعرفهمش واللي ما تعرفش أصلهم من فصلهم، لأن الطمع والجشع غريزة من غرائز البشر. اللهم بلغنا، اللهم فاشهد. سلام.